كلنا نعلم بداية العام الجديد تم إسقاط النظام البعث البائد، وتمت حركة جديدة ويوم جديد ومستقبل جديد لسوريا الاتحادية اللامركزية. في هذه اللحظات ونحن نحتفل بتحرير سوريا من النظام البعثي البائد، دولة تركيا باشرت هجومها على مناطق شرقي سوريا وخاصة في منبج وست تشرين وقرقوزاق. نحن هنا كاتحاد العام للمحامين نتساءل لماذا كل هذا القتل من قبل الدولة التركية وأصبح فجر جديد لسوريا؟ إن نحن نطالب الدولة التركية وقف مباشرة عدوانها على قواتنا قوات سوريا الديمقراطية بأن نتجه إلى الحل السياسي الموجود حاليا في دمشق. إن الدولة التركية لا يهدأ لا بال إلا أن تقول سوف أدمر الأكراد وأدفنهم أحياء إذ لم يتركوا سلاحهم. بأي حق يدمرنا أو يدفننا؟ إن الدولة التركية هي دولة إقليمية تمام، ولكن ليس لها حق في التدخل بشؤون الدولة السورية. عليها أولا وأخيرا أن تخرج من مدننا المحتلة ابتداء من سريكعني كريسبي وعفرين، إن مرتزقتها يوميا يرتكبون أبشع المجازر. نحن هنا نتساءل أيضا للاتحاد الدولي، للتحالف الدولي، أمريكا وروسيا هما الدولتان الضامنتان كانت لبث السلام في هذه المنطقة، وهناك القوانين الدولية كلها تؤكد على ذلك، ولكن الدولة التركية ترفض أن تسمع لأي قانون دولي ينشر السلام. وأكبر دليل على ذلك وأمام مرأة الجميع أن ست تشرين أن الطائرات التركية تستهدف المدنيين الذين يذهبون هناك للدعم المعنوي لا أكثر ولا لا يحملون سلاح ولا يحملون قنابل ولا شيء، ولكنهم يستهدفونهم أمام مرأى العالم كله. هذا أكبر دليل على جرائم الدولة التركية. وطبعا نحن نقوم الجميع المؤسسات اللي عندنا في إقليم شمال وشرق سوريا تقوم بتوثيق كل هذه الجرائم وإرسالها إلى المنظمات الدولية. ولكن هو التساؤل مرة أخرى، لماذا هذا الصمت الدولي اتجاه هذه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين؟ نطالب جميع المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية والتحالف الدولي وأمريكا أن يتخذوا موقفا حادا تجاه الدولة التركية، ووقف القتال ووقف ضرب المدنيين في شمال وشرق سوريا، وأن نجلس على طاولة الحوار لتحقيق كل الأهداف المرجوة من هذه الأمور.